بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله في البداية دائما وأبدا. كل التحية والتقدير لحضراتكم. للجمعة التانية على التوالي في سوق السيارات في الجديد اللي هو في منطقة المحاجر، قبل البوابات بتاعة العين السخنة. النهاردة الحقيقة السوق زحمة جدا، الناس يمكن ما صدقوا إن كان بقى فيه موجود سوق. الساحات بتاعته كلها مليانة. حابب بس أقول معلومة قبل ما نستعرض العربيات اللي نازله النهارده ونشوف كواليس السوق وايه الخدمات اللي اشتغلت واللي لسه ما اشتغلتش. بالنسبه للتيكت بتاعه الدخول، في ساحتين، اللي جاي يبيع عربيته بيسأل يقول على عايز ساحات البيع والشراء، دي التيكت بتاعتها ب50 جنيه. اوبن داي، يعني ما فيش، يعني بتقف بيها طول اليوم. الفيزيتورز او الزائرين التيكت ب20 جنيه، ليها ساحات منفصله. يعني حضرتك وانت رايح قبل ما تخش هيسالك انت زائرين ولا داخل تبيع وتشتري. لو داخل تبيع وتشتري بتدخل على الساحات دي التذكره بتاعتها ب50 جنيه. حاجه تانية برضو عايز اقولها في السريع، انطباعات الناس هنا الجمعه اللي فاتت والنهارده. هي في احباط من ناحيه الاسعار. عفوا، الناس يمكن اصطدمت بالاسعار على ارض الواقع. يعني كان الاول بيشوفوها على السوشيال ميديا او على اوليكس الاسعار غاليه، فكانوا بيتخيلوا انه يبقى في جاب كبير في الاسعار على ارض الواقع او الاسعار اللي على النت. للاسف الاسعار اللي موجوده على النت يمكن ارحم شويه من الاسعار اللي موجوده في سوق السيارات، وده ليه اسبابه يعني. لكن في نفس الوقت في عمليه ركود كبيره، ما فيش بيع وشراء. الناس ما بتشتريش، الناس خايفه من الاسعار. يعني اللي كان متعود على سعر عربيه من 6 شهور بيفاجئ بسعر تاني خالص خالص. يعني كان مثلا متعود اللي هي الانترا الاتش دي مثلا، زمان كانت ب 160 150 الف، عليت شبكت 200 220 الف، دلوقتي بتطلب فيها 300 واحيانا 330 الف. فالناس بتنزل بتصطدم بالموضوع ده. هنتابع بقى الفتره الجايه دي عمليه الركود دي، لان التجار والمعارض محتاجين سيوله. برضو انا اسف ان انا بطول، بس عندي معلومات كتير عايز اقولها لان بقالنا كتير ما بنتقابلش. المعارض والتجار محتاج سيوله، عنده مصاريف. لا يا فندم، الايجارات غاليه، الاجور، البيوت، كل المعيشه غاليه، فهو محتاج سيوله عايز يبيع. فهل هو هيتحمل ولا هيحرق؟ هو دلوقتي لو هياخد من البنك كتاجر كبير او معرض قرض هياخده بفايده كام، ولا يحرق عربيه ينزل من سعرها 15 او 10%؟ ده هنراقبه الفتره الجايه. مش هطول تاني وننزل نشوف الاسعار. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركه الله. لينا مدة كبيرة ما صورناش اللانسر شارك. بتسوبيشي لانسر شارك موديل 2016، فئة تانية، 127 ألف كيلو، مرور الأميرية. الناس كانت قالت لي الأسبوع اللي فات إن أنا أرجع تاني أقول الفتيس، فأقول الفتيس مع كل عربية. الفتيس أوتوماتيك طبعا. العربية فابريكا بالكامل باستثناء رفرفين وعتبتين. زي ما قلت هي عاملة 127 ألف كيلو، عداد ومرور الأميرية. السعر مطلوب فيها قبل الفحص والتفاوض 320 ألف. هننزل اكيد تليفون صاحبها للي حابب يتواصل مع شركة 2016، فئة تانية. فئة تانية يعني ايرباك واتنين ايرباك واي بي اس وجنوط. دي اللي هي الفئة التانية. مطلوب فيها 320 ألف، موديل 2016. وزي ما قلت إن شاء الله تليفونه هننزله للي حابب يتواصل معاه. معلش، يمكن كادر الكاميرا عشان خاطر الشمس، فأنا بحاول أجيب الأماكن اللي العربية يبقى واضحة فيها شوية يعني. ميتسوبيشي لانسر بوما موديل 2008، 1600 سي سي. جنود، بس العربية مفيهاش إيرباك ولا اي بي اس. مرور حوامدية، فيها رخصة سنة. الدواخل فابريكا، رش بره بالكامل. السعر المطلوب فيها قبل الفحص والتفاوض 185 ألف. العربية الرخصة باسم مالكها. أقول تاني، بوما 2008، مرور حوامدية، دواخل فابريكا، رشة بره بالكامل. طبعا اللي أنا بقوله ده كل مرة بكرر تاني، بقوله نركنه على جنب وبنفحص. مرور الحوامدية، فيها رخصة سنة. السعر المطلوب فيها قبل الفحص والتفاوض 185 ألف. هننزل تليفون صاحبها للي حابب يتواصل معاه. نسمع صوت المكنة بتاعت الصبح. ده صوت مكنة. العربيات الهاتشباك اللي بيطلبوها بناتنا او السيدات عموما، يعني سكودا فليتشيا موديل 97. العربيه مرور الاسماعيليه، 1300 سي سي مانيوال. فيها رخصه لغايه 23/5/2023. السقف فابريكا، الشنطه الكبوت، الباقي كله راشش. طبعا العربيه منطقي جدا، العربيه موديل 97 يعني. السعر المطلوب فيها قبل الفحص والتفاوض 70 ألف. في تفاوض، الراجل قال في تفاوض.
فليتشيا موديل 97. العربية مرور الإسماعيلية مانيوال. الحالة الصالون جيدة جدا، يمكن هي لفتت نظر بعض الناس حتى واحنا بنقول البنات بنوتة ده بص. السعر المطلوب فيها 70,000. بإذن الله هنزل تليفون صاحبها للي حابب يتواصل معاه. للأسف الشديد أنا سألت على الشهر العقاري، الشهر العقاري لسه ما اشتغلش، يعني الجمعة اللي فاتت ما اشتغلش والنهاردة برضو لسه ما اشتغلش. أكيد احنا متابعينه لأن الشهر العقاري ده حاجة عنصر مهم جدا جدا يعني في موضوع بيع وشراء العربيات، والمصر كلها الناس كلها بتنزل الجمعة اللي ما عندوش أجازات. حابب بس من الحاجات اللي احنا بقى عايزين نبرزها للناس، يعني دي الكافيتيريا او الكافي شوب اللي هو عند الشهر العقاري في السوق الجديد. حاجه الحقيقه راقيه جدا جدا، يعني الاسعار حتى يعني معقوله يعني. يبقى احنا كده النهارده عرفنا ان الشهر العقاري لسه ما اشتغلش بتاع سوق السيارات الجديد. وزي ما قلت باذن الله هنتابعه ونتابع الملف ونعرضه على حضراتكم. نفتح الكاميرا شويه برضو. حاجة راقية جدا الحقيقة بصراحة السوق يعني. وزي ما قلت أنا في بداية الجولة إن التيكت بتاعت الفيزيتورز 20 جنيه. المسافة قريبة جدا. حابب برضه أقول إن الإشارات أو اللوحات الإرشادية على طول الطريق لغاية ما بتوصلك هنا. نكمل بقى الجولة بتاعتنا. برضو من العربيات اللي هي اللي بتطلب يتعمل لها ايفالويشن بصفة مستمرة الكيا سيراتو. دي كيا سيراتو موديل 2011. سيراتو 2011 اعلى فئه بصمه وفتحه سقف. العربيه فابريكا بالكامل باستثناء حته صغيره في العتبه اليمين. فيها رخصه لغايه شهر 10 2023، يعني كمان 10 شهور مثلا. السعر المطلوب فيها قبل الفحص والتفاوض 375,000. وبرضه عشان كل شويه انا يمكن اتكلمت في الموضوع، الاسعار اللي هي قبل كده ننساها خالص. يعني احنا كنا متعودين على ال 2010 بتعمل 160,000 زي ما كنا بنقول ورقه بوسطه. دلوقتي الاسعار مختلفه خالص يعني، وفي نفس الوقت برضه ما فيش بيع وشراء. نخلينا في عربيتنا. العربيه عامله 133,000 كيلو عداد. زي ما قلت هي مرور الغربيه، مرور قطور غربيه. السعر المطلوب فيها 375,000. تليفون المالك هينزل اللي حابب يتواصل. سيراتو 2011 أعلى فئة بصمة 33,000 كيلو. 133,000 كيلو مطلوب 375,000. حالة بيع وشراء في سوق السيارات النهاردة 20 يناير 2023. ده في السوق اللي هو بتاع طريق السخنة الجديد يعني. دي كده حركة بيع وشراء أو حالة بيع وشراء احنا رصدناها برضو يعني. كده في بيع وشراء في السوق يعني. اللي بيقتنع بالسعر بيشتري، وطبعا زي ما قلت بيفحص وبيشوف الورق والحاجات دي وبيشتري. ده كده عقد بيتمضي. زي ما اتعودنا وبناء على طلبكم من ايام السوق القديم، عشان خاطر الفيديوهات ما تبقاش طويله، فكده هنقفل الجزء الاولاني من الجوله بتاعت السوق النهارده. وهكمل الجوله الثانيه بحيث ان احنا ننشرها على يومين، لان الناس كانت بتشتكي من الفيديوهات اللي هي ال 20 دقيقه وال 15 دقيقه كانت بتبقى طويله يعني. فنكمل على خير باذن الله.